الماضي والقاسي فات يلا وبغيت نشوف معاك قبلي ما قدرتش نعيش حمراوي راح للغربة ومليش عيش وعيشة هانية خشايا إيطاليا. سهيل الأبيض بن عدة ابن الجزائر، المغني الذي أصبح مغروسا في قلوب المغاربة والجزائر. سهيل بدأ الغناء في الأعراس والمناسبات في السن 15 من عمره، اللي من بعد ما وصل السن 20 غيلقى راسو مشهور بين الفنانين الكبار. هادشي اللي غيخليه يقصد القارة الأوروبية وبالضبط فرنسا. بالرغم من هجرته فراه بقى مكمل في المسيرة ديالو الفنية، وزاد تعرف كتر باسم سهيل الصغير. الفيديو والأغنية اللي دارت ضجة ديالو ديك الوقيشة. الماضي والقاسي فات يا راس العيني والمكتوب الثاني. المغني الشاب بلال الأصلية. سهيل عاودها بالطريقة ديالو، في الطريق ديالو للاحتراف غيوقع عليه اللي ما كانش ضارب ليه حساب نهائي. غادي يرجع ريفولي للجزائر من بعد شي مشاكل وقعوا ليه في فرنسا. سهيل قرر يثبت راسو بفيها خير، اللي من بعد قرر يرجع للحارق، وهاد المرة في الزودياك هو وبعض الأصدقاء ديالو. 11 واحد كان في الزودياك، وكانت الانطلاقة من عين تشرك، وهذا الشيء بخبار الأم ديالو. من بعد ما دازت المدة الطبيعية لأي حراق، وذلك 24 مارس 2021 ما غتوصل عليه حتى شي خبر، فين غيدخل الشك لوالديه من بعد مرسل ليهم رسالة صوتية. قولها بلي عم بوك صاحبي باش ما تتقلقش الله يرضي عليك. قولها بلي رانا رايحين عندهم، رانا 50 كيلو اون بان جيت لي زابيباس، رانا فوق ليزي، رانا فوق ليزي فوق لي زابيباس، رانا 50 كيلو باقيين على بلاد كاع 50 كيلو صاي. أن القارب وقع فيه مشكل في المحرك، أو بمعنى آخر في الموتور، ب50 كيلومتر من انطلاقة ديالهم نحو إسبانيا. مداش بزاف، وبعد 24 ساعة غتخرج الجثة ديالو في إسبانيا، وللأم ديالو انهارت بالبكاء. يا رب زملتني سهيل، سهيل سهيل خرج لي يا سهيل، يا سهيل خرج لي يا سهيل، يا سهيل خرج لي يا سهيل، سهيل كبتني سهيل، سهيل علاش غناش نعيش من غيرك سهيل. بعد السامع الخبر سهيل كان أطيب خلق الله، كل ما نقول ليه الآن الله يرحمه ويوسع عليه، نطلبوا ليه الرحمة والمغفرة، والله يصبر والديه، وكيف ما كنقولوا الله يجعل محبته صبر.